وعشان نحسم الجدل ما بين بلبن وزين هنجيبوا الترند الجديد بتاع زين والترند الجديد بتاع بلبن. تعالوا نشوف الاثنين دول ايه نظامهم وايه وضعهم ونشوف مين فيهم اللي هيكسب وسعر كل واحده فيهم ايه. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا عشان متحمس جدا للفيديو ده. خلينا نبدا بزين كده ولا ليه نبدا بزين؟ احنا ممكن نبدا الاثنين مع بعض. يلا بينا. بسم الله. بص هي جايه معاها علبه ديت، علبه شكلها شيك بصراحه يعني. بصوا بقى هي ديت المفروض متكونه من ايه؟ من طبقه كيكه شوكولاته، وبعد كده محطوط عليها اللي هي حشو دبي الكنافه بالبيستاشيو، وبعد كده عليها نوتيلا وطبقه كريمه وعليها فراوله ومكسرات. هنشوفوا الكلام اللي هو قايله. مكتوب ان هي كيكه شوكولاته وسبريت فستق وكنافه وكريمه حلواني وفراوله ونوتيلا بندق. تمام. ده الشكل اللي احنا جبناه. هي بصراحه العلبه بتاعتها حلوه جدا بس مكسوره كده زين. تعالوا نشوفوا بلبن. المعلقه بتاعت لبن صغننه شويه. ده البون بتاعه. بالمناسبه دي سعرها 120 جنيه ودي سعرها 125 جنيه. دي اسمها كريم دي لا كريم دبي. نعمله بقى ايه؟ هي باين طبعا فرق الحجم ان بتاعت بلبن كبيره اكتر بكتير، فايه خلينا نشوفه بقى ايه الدنيا ايه فيه. بسم الله. الموضوع دي شكلها منسق اكتر بس دي حجمها اكبر يعني. بصوا كده الفرق بين دي وبين دي بلبن ودي زين. نشوفه بقى ايه حشوة كل حاجة فيهم لوحدها. خلينا نبدأ الأول بزين. بسم الله. الشوكولاتة هنا ناشفة شوية، كريمة طرية جدا، الفراولة شكلها حلو. تعالوا ندوقه. هو المفروض بندوقها كلها على بعض يعني. بصوا كده شوكولاتة، الريحة حلوة جدا. بسم الله. بصوا طعم الشوكولاتة حلوة والكنافة اللي فيها متشبعة بيستاشيو، لكن حاسس ان طعم الكيكة مفهوش لبن كتير يعني. الكيكة باينة طعمها زي ما هي يعني. احنا عايزين بقى ندوق كريمة كده فراولة ملهاش للأسف. بصوا بصراحة هي طعمها حلو لكن مش حاسس إن هي غنية يعني. طعم الكريمة دهني أوي، مش أحسن حاجة بصراحة. تعالوا نشوفوا بلبن. طبعا هو باين إن هو يعني فيها شغل كتير، طرية أكتر، كريمة كتير أوي. تعالوا بقى ندوقه كده. بسم الله. غرقانة لبن، غرقانة. هنا بقى في فرق كبير أوي يعني. طعم الكريمة بصوا حتى الكريمة باينة أوي. استنوا كده. بصوا الكريمة هنا باينة إن هي مش عارف واضحة في الكاميرا ولا لأ. بصوا شاربة لبن كتير، حلو جدا بصراحة يعني. كيكة بلبن جميلة. يعني أنا عايز أقول لكم بصوا هنا الكيكة شاربة لبن كتير. طعم لبن حلو أوي فيها على عكس الكيكة هنا تماما. الكيكة هنا ناشفة زي ما هي. بصوا كده ده الكيكة. طبعا الوضع هنا باختصار بلبن عاملها غنية جدا. فرق كبير جدا بين زين وبلبن في الكمية وفي الطعم وفي الخدمة. البيستاشيو بتاعها باين قوي. الكنافة بتاعتها قوية، طعم البيستاشيو باين فيها، والقرمشة بتاعتها حلوة جدا. أنا عايز أقول لكم بصراحة أنا كنت من مشجعين زين وبحب زين جدا بصراحة، لكن بلبن المرة دي عامل حاجة عظمة جدا. فرق كبير حتى بين دي وبين دي. فرق في السعر 5 جنيه بس. دي ب 125 ودي ب 120 وانتوا شايفين فرق بعينكم، مش محتاج اقول لكم اي حاجه تانية. المهم لو وصلتوا معانا لغايه هنا فيا ريت تعملوا سبسكرايب وتتابعوا كل حاجه جديده بتنزل معانا. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير وتابعونا عشان هننزل حاجات جديده الايام اللي جايه. ودي كانت النتيجه ما بين زين وبلبن، وزي ما انتم شايفين النتيجه مش محتاجه حب. وده كان نهايه الفيديو بتاعنا. اشوفكم في فيديو جديد. واحب اقول لكم في الفيديو سلام.